السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في عالم سالي للإبداع والديكور. رايحين نعملوا مع بعض حاجة كلاس وحاجة فور بزاف بزاف. رايحين نديروا طقم الرضيع من أفخم الطقم يعني، ولا أروع منه. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا، نحب نشكر كامل المشتركات توعنا، اللي كانت دخلت يعني دخلوا لي بزاف مشتركات. نحب نقول لكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. ما قدرتش نرد على التعليقات كامل، راكم تعرفوا بلي التعليقات كامل، بصح راني نقراهم. يعني غنسب غير لي التعليق اللي نرد عليه. ليكش وحده تطلب مني كش عفسه ولا نحلب لها الطلب تاعها. اما راني التعليقات تاعكم كلها خديتها في العين الاعتبار، واني كامل التعليقات تاعكم كامل قريتها. ويعني نحب نشكركم ونحب نرحب بكم بزاف بزاف، ونقول لكم مرحبا بكم على الثقه اللي درتوها فيا، وعلى التواصل اللي راهو بيني وبينكم. يعني ولا غير فريمون غير والفتكم، ما تقدروش تصبروا شحال والفتكم. نبداو الفيديو تاعنا. عفوا مازال كاع ما بديتوش، قلت نروح نكملوا. نروح نبدا الفيديو تاعنا، ونقول لكم الا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه. ونحب مازال نزيد نرحب بالمشتركات، مازال زيدوا تدخلوا، مازال يعني القلب تاعي راهو مفتوح لكم، والبيت تاعي راهو كامل لكم، ومرحبا بكم في اي وقت. ونقول لكم ولا كان عجبكم فيديو ما تبخليش عليا بالكومنتير، وتبارطاجي القناه مع ناسك وحبابك باش تعمل فائده للجميع. واللي كانت اول مره كما قلت لكم نرحب بها ومرحبا بها. دوك نروحو نبداو الفيديو تاعنا. ونحن نهضر لكم على الادوات المستعمله في هذا الطقم الرادع. انا حنخدمو بورفيات لا كوموند حبيبتي، كوموند جاتني كوموند حنخدمها. قلت لكم انا ما نخدمش ونحط، نخدم بلا كوموند. الكوموند اللي تجيني نخدمها مع خياتي. واش حنحتاج؟ كنت شريت هاد القماش، راهو جاي شغل ستيل كوفيرتا من رقيقه. ها هوك راهو جاي فيه جاي فيه العرض 2 مترات العرض تاعو. انا هنا شريت مترة مترة حندير بها الفراشيه ومخده وحده من هاد القماش. شريته ب130 الف للمترة. راه متوفر فيه 3 الوان، فيه الابيض والبليسيال والغاز. هاوليك شيتو 130 الف. حتسيبوه عند المحلات اللي يبيعوا الاقمشه تاع الترك في الزاويه. ما تصيبهش، كاينه في بليده واحد على اللي نشري عليهم. كاينه واحد في بليده في لاري عبد الله، وكاينه واحد في الجي سونتر. في الجي سونتر في لا غران بوست ولا تعرفوها. راهو تما جاي في كيما الامير. بلاصه اللي زدت فيها لتماتيك، نحب هذيك الحومه بزاف بيسك زدت فيها. قلت لكم في الامير راكو تسيبوه منه. راهو عندك لي في الامير يبيعوا 140 الف المتر، في بليده 130، وفي الامير 140، 10,000 بيناتهم. عندنا هذا، وعندنا لومبوستي نورمال. هاوليك لومبوستي تاعنا هاهوك. هذايا 22 ملم في الغاز. شريت 2 متر كما قلت لكم هذا. وشريت البلون باسكو حندخلو البلون تاعك من لومبوستي. البلون شريت متر من البلون 20 ميل. وحنحتاجو عفوا الحاشيه. حنحتاجو الحاشيه تاع 1 سنتيمتر هاهيك في الغاز. ونحتاجو هذا الدونتيل. هذا الدونتيل شريته بالرولو. ها هوك معنا، حطوكم فوق الغاز باش يبان لكم. هاوليك لو دونتيل تاعنا. شريت انا رولو ب75 الف، فيه 9 مترات هكذاك. بون هادو باش حنبدا نخيط، ومن بعد تيك لا ديكوراسيون. من بعد تيك نقولكم واش حنستعملو في لا ديكوراسيون. واش حنديرو كيما انا راني كنت بديت فصلت اللاوس خدمتها. دوك من بعد تيك نكتب لكم كامل المقاسات، نحطهم لكم في اول كومونتير ولا في صندوق الوصف. المقاسات شحال درت. لاوس كنت خدمتها. دوكا حنخدم معاكم المخده هاديه، ونخدم معاكم الدغا، بيسك الدغا فيها شويه كومبليكي فيه خدمه. ندير معاكم الدغا. لاوس كنت عارفوا كيف خدمتها، كيما نخدموا الكبيره بكيه في المقاسات الصغار لاوس. وعندنا تانيك الفراشيه كيما نديروا لاكوات. قلت لكم تخيطوا لي دوك، نعطيكم صح لي ميزور تاعها. نخيطوا لي
لي 3 كوتي، ندخلوا لاوات نغلقوها ومن بعد نطرحوا لداخل. قلت لكم راني غير نقزب لحبيبتي، ان شاء الله تقبل لي وندير لكم كاش نهار فيديو كيفاش نخدم بالتطرح تاع كيفاش نطرح لاكوات. المهم راني قلت لكم كيفاش نديروا هكذا، ديري هاك. واللي عندها اندستريال راني درت فيديو في القناه، درت فيديو عن لاكوات كيفاش تتنخدم هكذاك. تخدمي لاكوات كبيره ولا صغيره لي ميم ستيل. عندك الماشينه تاعي كيما راكم تشوفوا معايا ماشي حتى طرح لك لاكوات. بون دوك نروحو نبداو، ما نهضروش بزاف. راهو جاي فيه جاي فيه العرض 2 مترات العرض تاعو. انا هنا شريت مترة حندير بها الفراشيه ومخده وحده من هاد القماش. شريته ب130 الف للمترة. راه متوفر فيه 3 الوان، فيه الابيض والبليسيال والغاز. هاوليك شريتو 130 الف. راح تسيبوه عند المحلات اللي بيعوا الاقمشه تاع الترك في الزاويه. ما تصيبهش، كاينه في بليده واحد انا اللي نشري عليهم. كاينه واحد في بليده في لاري عبد الله، وكاينه واحد في الجي سونتر في الجي سونتر في لا غران بوست ولا تعرفوها. راهو تما جاي في كيما الامير بلاصه اللي زدت فيها لتماتيك. نحب هذيك الحومه بزاف بيسك زدت فيها. قلت لكم في الامير راكو تسيبوه منه. راهو عندك لي في الامير يبيعوا 140 الف المتر، في بليده 130 وفي الامير 140، 10,000 بيناتهم. عندنا هذا وعندنا لومبوستي نورمال. هاوليك لومبوستي تاعنا هاهوك هدايا 22 ملم في الغاز. شريت 2 متر كما قلت لكم هذا. وشريت البلون باسكو حندخلو البلون تانيك من لومبوستي البلون. شريت متر من البلون 20 ميل. وحنحتاجو عفوا الحاشيه، حنحتاجو الحاشيه تاع 1 سنتيمتر هاهيك في الغاز. ونحتاجو هذا الدونتيل. هذا الدونتيل شريته بالرولو هاهوك معنا. حطوكم فوق الغاز باش يبان لكم. هاوليك لو دونتيل تاعنا. شريت انا رولو ب75 الف، فيه 9 مترات هكذاك. بون هادو باش حنبدا نخيط ومن بعد تيك لا ديكوراسيون. من بعد تيك نقولكم واش حنستعملوا في لا ديكوراسيون. واش حنديروا كيما راني كنت بديت فصلت اللاوس خدمتها. دوك من بعد تيك نكتب لكم كامل المقاسات، نحطهم لكم في اول كومونتير ولا في صندوق الوصف. المقاسات شحال درت. لاوس كنت خدمتها. دوكا حنخدم معاكم المخده هاديه، ونخدم معاكم الدغا بيسك الدغا فيها شويه كومبليكي فيه خدمه. ندير معاكم الدغا. لاوس كنت عارفوا كيف خدمتها كيما نخدموا الكبيره بكيه في المقاسات الصغار لاوس. وعندنا تانيك الفراشيه كيما نديروا لاكوات. قلت لكم تخيطوا لي دوك نعطيكم صح لي ميزور تاعها. نخيطوا لي 3 كوتي، ندخلوا لاوات نغلقوها ومن بعد نطرحوا لداخل. قلت لكم راني غير نقزب لحبيبتي، ان شاء الله تقبل لي وندير لكم كاش نهار فيديو كيفاش نخدم بالتطرح تاع كيفاش نطرح لاكوات. المهم راني قلت لكم كيفاش نديروا هكذا، ديري هاك. واللي عندها اندستريال راني درت فيديو في القناه، درت فيديو عن لاكوات كيفاش تتنخدم هكذاك. تخدمي لاكوات كبيره ولا صغيره لي ميم ستيل. عندك الماشينه تاعي كيما راكم تشوفوا معايا ماشي حتى طرح لك لاكوات. بون دوك نروحو نبداو، ما نهضروش بزاف. شوفوا البنات كيما المخده هاديه كنت خدمتها معاكم في القناه. حنشرحها لكم غير شرح خفيف. عندنا القماش الغاز. قماش الغاز درت فيه 40 على 45. عندنا 40 على 45 من الجهه اللي فيها 45. هاي لك هذه الجهه 45. قطعتها مورسو من البلون مورسو من الابيض. العرض تاعو راح يكون 12 سنتيم والطول تاعو 45. جيت للفوق حكمته هكا بلي زيبينغ وعطفته هكذايا، عطفته هكذا وخيطته لهنايا. فهموني مليح البنات، راني دايره هذه الطريقه في الطقم الرادع. روحوا حوسوا عليها في الفيديو. خيطته هنا هكذا ومن بعد كي كملت خيطته درت له لا دونتيل هذه هنايا هكذا. حطيت له لا دونتيل. دوك تبان لكم كيفاش كي نديرها في ليزار تبان لكم كيفاش. حطيت له لا دونتيل هنا
ودخلت له الحاشيه، ومن بعد غلقت المخده عادي تاعك. درت معكم السلسله كيفاش تبلاصيوها وكامل. درت سلسله عادي، تحصلت على هذا الشكل. راني مازال بك ما حددتوش، هاوليك باش نغتنم الفرصه. ها هيك. دونك هاد المخده راهي مكموله، مازالها الحديد، ولا ديكوراسيون تاعها نديرها كامل مع الدوزان كي نكملهم. اما بالنسبه للمخده البيضاء، هاي ليك المخده البيضاء اللي فصلتها مازال ما خيطتهاش، دوك نخيطها معاكم. تاني درت 45 على 40 سنتيم، 45 على 40 سنتيم، ما حندير لها والو ابار ندير لها السلسله من التحت. راح نركب لها السلسله من التحت ونغلقها كيما خيطت المخايط تاع الكانيش. الغوج هذوك راني درتهم في القناه، راح نخيطها هنا ندير لها السلسله ونعاود نغلقها كيما خيط المخايط تاع الكانيش. هذا مكان واش فيها المخده هذه. والفراشيه تاعنا راح ندير متر في العرض ومتر ونص في الطول، متر في العرض ومتر ونص عفوا ماشي متر ونص في الطول هذا القياس تاع لاوس. عندنا متر في العرض، متر العرض تاعها ندير فيها متر، والطول تاعها نديرها متر وعشرين، متر على متر وعشرين. والوجه تاعها التحتاني راح نديرو بالابيض، كيف نقطع المام متر على متر وعشرين، ونخيطها كيما قلت لكم. نخيطها لي 3 كوتي ونطرحها، ومن بعد تيك ندخل معكم الديكور تاعها كيفاش راح نديروه مع بعض. هذا بالنسبه للاخر. لاوس عندنا العرض تاعها متر وعشرين على متر ونص، متر وعشرين على متر ونص. ولا اللي كاو هادوك حنقطعوهم 18 على 18. هذه بالنسبه للاوس هكذا تجي. دوك واش راح ندير معكم الدغا هذا اللي جامي درتو معكم، هذا راح نديرو معكم في القناه باش تشوفوني وباش نوضح لكم الاخر تاعو مليح. الدغا تاعنا درتو متر على متر ونص، درتو يعني كبير راهو بشباحو، يعني جا كبير بيان. عندنا متر على متر ونص، وحنقطع له الشريط فيه متر، والعرض تاعو فيه 25 متر على 25. دوك تشوفوا معايا، دوك نقطعوه وتشوفوا معايا كيف نبلاصيه. شوفوا معانا خياتي راني فصلته. شوفوا هذا وجه تاع القماش، هاوليك وجهو، هاوليك هذا هو وجهو، وهذا تانيك وجهو من تحت قفاه، وهذا وجهو. راح نحطوا الوجه هكذا من الفوق ونزيدوا نحطوا عليه الوجه ونجوزوا خياطه هنا، باش من بعد كي نقلبوا الاخر ديالنا راح يجينا الوجه مع الوجه يجوا كيف نخيطوا حتى لتحت. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دوك نروح نخيطوا انا هذا نجوز عليه كامل خياطه، نخيطوا ونولي لخياتي. هاوليك لينا بعد ما خيطناه البنات قلبته. هاي اللي جوز له خياطه كيما راكم تشوفوا، ها هيك جوز له خياطه هنا الفوق. دونك واش راح نديرو نسقمو هكا مليح هكذا، ونديروا العطفه تاعنا هذيك اللي هنا هذيك هكذا، ونحكموها بلي زيبانك تاعنا. بهذه الطريقه شوفوا معنا البنات هكذا حتى نكمل حتى لتحت، نحكمو كامل. من بعد كي نحكمو نجوز عليه بالخياطه لهنا هاك حتى لتحت. دوك انا نحكمو ونجوز عليه بالخياطه ونولي مع خياتي. هاوليك لينا بعد ما خيطتهم كنت سقمتو كامل بليزيبانك وخيطتو. دوك واش راح ندير له، راح نركب له الدونتيل هذه هكذا كيما هكا ديري في المخده كيما راني ندير دوكا. ما نركبوهاش هنا عند الغوز، نطلعوها شويه هاك باسكو هنا حتجينا الحاشيه. تركبيها بهذه الطريقه كيما درتي هنا ديري في المخده هكذا، ها هيك. دوك نركبها انايا حتى لتحت ونولي معاكم. تكوني مازال ما عطفتيش منها من لي كوتي ما تعطفيهمش حتى تركبي الدونتيل. شوفوا معنا البنات انا حنخيط الدونتيل تاعي هاوليك نحطو، حندير خياطه هنا وخياطه هنا،
حنديروا له زوج خياطات، حنديروا له خياطه واحده هنا وواحده هنا هكذا. حاولك لينا كيفاش كي خيطتو كيفاش خرج لنا. ها هوك. دونك واش راح ندير له، جبت مساك تاع خمار عادي، ركبت فيه الحاشيه تاعنا وراح نركبوها هنا لداخل. شوفوا معايا، ما كاش اللي ما تعرفش تركب الحاشيه هكذا، وتسقمي ثاني ديري الساطع على وجهها، ديري الجهه اللي تبريه للفوق هكذا حتى نكملوها لتحت بهذه الطريقه هكذا. خياتي اليوم الدار راهي سوسته رموز ماهوش في الدار، راهو يقرا العوايد يشعل التلفزيون يديركم فوضى في التلفزيون، ولا راهو بعيد التلفزيون راني نخدم في الكوزينه، هو راهو يتفرج في الشومبرا، بصح يجي الصوت مو يكون ماشي زايد له بزاف ويجي الصوت هكذا. اختي بهذه الطريقه توحي تكملي معاها حتى لتحت. دوك نركبها كاع ومن بعداتك واش ديري راكي حتخلي حتى هنايا تجي تعطفيها عادي نورمال، ها عطفات على دغا هكذا دوري كامل على الدغا تاعك، ومن بعداتك نخيطها نكمل نخيط الكوسانه وباش نديروا لها الديكور تاعها. هاوليك البنات الشكل تاعو النهائي كي خيطته، هاوليك عطفته. شوفوا الخدمه بيان بروب، هاي ليك مازال غير نقولوا الخياط ونحددوه. وهنا في البلون عندنا ديكور هايل، ما عليك غير ما طراطيش. هاك شوفي معايا كيفاش خرج يعني ما شاء الله. شوفوا دوك واش راح نزيد نخدم، راح نزيد نخدم معاكم المخده البيضه تاع الكوفيرتا. شوفوا معنا هايك المخده راح ندير لها السلسله من التحت، عوايدنا نديروا السلسله نديروا سلسله في الوسط هكا، بصح حنا لا دوك حنديروها من التحت هكذا باش ما تبانلناش، باش تجي المخده للتحت عفوا السلسله تاعها للتحت ما تبانش لا من اللور ولا من الوجه ولا من القفا هكذا معايا اختي. كيما قلت لكم كيما خيط الكوسانه تاع الكانيش عندك برك هادي لازم ماشي كيما في القماش ما نحكموهاش باسكو هادي او يتجعد، تسمى لازم تحكمي السلسله تاعك بلي زيبانك ختيتو، تحكمي السلسله تاعك بلي زيبانك اتونسيون، يعني نقول لك تحكمي السلسله بلي زيبانك باه تجيك الخدمه شابه والخدمه بيان فيني. شوفي معانا هاوليك هذا الوجه والسلسله هاك وجهها حطيتها على قفاها هاهيك. شوفوا معايا هاولك وجهها حطيت على قفاها، حتخلي 1 سنتيم هكذا، حتخلي 1 سنتيم وتحطي السلسله تاعك ونحكمها كامل بلي زيبانك. كي نكون نخيط ما نجعدش، فهميني مليح ختيتو، كي تكوني تخيطي ما تجعديش، ها تخيطيها غير بالعقل هكذا حتى نكمل كامل تحتها ونخيطها ونولي معاكم. شوفي اختيتي راني خيطها. دونك واش راح ديري تانيك سورتو لا دوزيام فوا باش تحطيها مع هاد القماش لازم تحكميها بلي زيبانك. نقدروا نستغناو على المره الاولى بصح لهنا لازم تحطيها باسكو لو كان ما تحطيهاش ما تحكميهاش بلي زيبانك كي تخيطيها ديريكت حيجيك واحد قصير وواحد طويل، حتجيك هكذا وهكذا، لا غلط. راح ديري هكذا تنسقمي بيان وتحكميها كامل بلي زيبانك، حتحكمي المرسل الفوقاني مع المرسل التحتاني هكذا بلي زيبانك. الله الله هكذا تروحي معاها غير بالعقل هكذا حتى تكملي كامل لتحت ونخيطوها تانيك هكذا. شوفوا معايا خليت واحد 1 سنتيم ودرت السلسله تاعنا ودوك نروح معاها حتى لتحت. شوفوا معنا بعد ما كملنا خيطنا السلسله تاعنا هاي ليك حطيناهم، حطينا الجانب فوق الجهه فوق جهه هكذا نسقموها مليح تانيك البنات نحكموا بلي زيبانك هكذا، نحكموا بلي زيبانك باه نروحوا ندوروا عليها بالخياطه نغلقوا المخده تاعنا هذا واش في هاد المخده البيضاء، ومن بعد يبقى لها الا التزيين هذا ما كان. دوك نحكمها كامل وندور عليها بالخياطه ونولي معاك.
هاي لك المخدة تاعنا كملناها خيطناها كامل. هاي لك كيف خرجت، ما بقى لها غير التزيين. نروح نكمل للمسند، قعدنا المسند ونكمل الطقم الرادع تاعنا. اما بالنسبه للمسند تاعنا حكمت قطعه قماش من اللون الابيض. درت العرض تاعها 75 سنتيم والطول تاعها 50 سنتيم. واش انا حنديرو، رايحين نعطفو هنا من جهه 50 سنتيم. حنديرو عطفه هكا هكذا ونعطفوها. شوفوا معايا، حندير من لي دو كوتي، ندير الفوقانيه والتحتانيه ونولي معاكم. هاوليك انا عطفتهم من زوج جوايح. هاوليك من الكوتي الفوقاني والكوتي التحتاني. واش حنديرو، حنجو للطرف هكذا، حنركبولو الدونتيل هكذا بهذه الطريقه. ملي دو كوتي تاني كنركبو هذا الدونتيل منا من الجهه الفوقانيه ومن الجهه التحتانيه. هاوليك لينا كنت خيطته وكملت له، ركبت له الحاشيه في لا دونتيل تاعنا. هايك الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه. دونك واش حنديرو، حنخيطوه كيما نخيطو المسند الكبير، برك هذا هو في الحجم الصغير. نطويوها على اثنين، حنخلو هنا. شوفوا كيف ديروا. ها شوش خليت 1 سنتيم وندير الخياطه هنا، 1 سنتيم وندير الخياطه هنا. هايلك نخيط هكا حتى لتحت. من بعد ما خيطنا وخلينا حنعطفوه هكذا باش الخدمه تاعنا كامل تتخبى، تولي الخدمه تاعو بخبر. هايلك هكذا وندورو ونعطفو هكذا بهذه الطريقه حتى لتحت. هاوليك كيفاش خرج بهذه الطريقه. هاهوك بيان فيني والشكل تاعو شباب. هاهوك دوك واش حديري، حنخلو منا له 12 سنتيم ونركبو لاستيك، ونزيدو لهيك منا له 12 سنتيم ونركبو لاستيك تاعها. دوك نركبو ونولي معاكم. ما درنا له لاستيك. هاوك المسند تاعنا كيفاش خرج. دوك نجي لهنا وراهي الخياطه هنايا عند لاستيك. رايحين كنت درت الحاشيه هذه تاع 2 سنتيم، الطول تاعها فيه متر. نحكمو الوسط تاعها ونخيطوها هنا باش من بعداتيك نربطو بها المسند تاعنا. ديري ملي دو كوتي منو من دوك نخيطها ونولي معاكم. هامليك لينا خياتي بعد ما كنت كملتهم، مازال غير نقي لهم من الخيط ونحددهم. هاوليك المسند تاعنا كي كنت خيطته درت له الحاشيه هنا، ودرت هذيك الحاشيه اللي قلت لكم باه نربطوها. هاي ليك والكوسانه الغوز ها هيك كيفاش خرجت، وهذا الدغا، وهذه الكوسانه تاع الكوفير تاع السام، وهذه الاخرى الفراشيه تاعو. دوك ما بقى لي غير نطرح الفراشيه. ولا كنتو عجبكم الطقم تاع هذا وكو حابين تشوفوا الشكل النهائي تاعو ما عليكم غير تخلوا لي في لي كومونتير، باسكو الفيديو يجي بزاف طويل ما حبيتوش يكون ممل. يبقى قسمته على جزئين. الجزء الثاني اللي حنديره لكم راح يكون فيه طريقه التزيين. عندنا التزيين تاع الدغا والتزيين تاع الكوسانه هذه والكوسانه هذه والفراشيه. اما هذا التزيين تاعو يبقى هكذا، هذا هو التزيين تاعو الاخر، بقى له غير الحديد برك. واش حابه نقول لكم، لو كنتي حابه تشوفي طريقه التزيين تاعو ما عليك غير الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنسيش تخلي لي كومونتير، بارطاجي القناه مع ناسك وحبابك باش تعمل فائده للجميع، واللايك تاعك ما تنساهاش. ونقول لكم دمتم متالقين والى اللقاء.